السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الصابون السائل اللي هنعمله مع بعض النهارده بمكون حلو قوي قوي. هيلمع لك الالمونيا والاستانلس واي حاجة تانية ممكن تغسليه بيه الحوض. البوتاجاز هيلمع لك الاستانلس بتاع البوتاجاز تحفة. عاملينه بالكركديه، بجد المكون ده حلو قوي قوي. يا ريت تجربوا الوصفة دي، بجد تحفة. يعني ايه، هتخلي لك المواعين بتاعتك زي الفل. شوفوا عامل ازاي، والتقل كمان انا كمان ما ركنتوش لما برد. انا صورت على طول وهو سخن. شوفوا تقوله كمان وهو سخن. لما تركنيه كام ساعه ولا لتاني يوم هتلاقيه تقل معاكي. وهنشوف الرغوه كمان مع بعض. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايبي تعملوا الاشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي تشيروا الفيديو عشان كل اصحابكم وحبايبكم يشوفوه. يا ريت يا حبايبي كمان ما تنسوش اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم اي جديد انا بنزله على القناه. شوفوا تقولوا عامل ازاي. احنا هنشوف بقى الرغوه بتاعته، هنشوف الرغوه مع بعض. دي ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي، زي ما انتم شايفين كده. هجيب شويه من الصابون ده. شوفوا التقل بتاعه. هنحط شويه صغيرين كده يا حبيبي. انا جايبه حته سلك اهي زي ما انتم شايفين ناشفه. هنشوف الرغوه بقى مع بعض. رغوته حلوه قوي قوي. شوفوا رغوته. عايزه بس اوريكي الرغوه. اول ما بعمل كده الرغوه بتيجي. شوفوا رغوته جميله جميله جميله. هيلمع لك المواعين، هيلمع لك الحلل بقى، الالمونيا الاستانلس. ودعاكي يعني بعد ما تخلصي كده المواعين اغسلي الحوض، بجد هيبرق. شوف رغوته تحفه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي الرغوه بتاعته عامله ازاي، تحفه. يعني بصوا يعني هتنزل من العلبه. بس يا حبايبي الرغوه بتاعته عامله ازاي، تحفه بجد. رغوته حلوه قوي قوي وهتلمع لك المواعين. اهي السلك اهي. شوف رغوته تحفه بجد. وعامله ازاي، تحفه. اغسلوا بس بالوصفه دي بجد، المواعين اعملوها على ضمانتي حلوه قوي. انا كنت عاملاها قبل كده معاكم بس بالنشا. دي كمان جامده بقى، حاطين فيها صابون بلدي وعاملينها بمكونات حلوه قوي. زي ما انتم شايفين كده الرغوه بتاعته عامله ازاي، لو واضحه قدامكم. ايه رايكم بقى؟ اهو. وعاملينها بمكون حلو قوي اللي انا قلت لكم عليه الكركديه، ومعاه مكونات تانية. ايه رايكم بقى في الرغوه بتاعته؟ تحفه تحفه تحفه. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عاملينها مع بعض. يلا. قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معايا كده صابونه بلدي. اي نوع صابون عندك انت حباه حطيه. دولك معلقتين سكر، معلقه دنكار، معلقه بيكربونات الصوديوم، بس معلقه ايه صغيره. تمام. معلقتين كبار سكر ومعلقه دنكار صغيره ومعلقه بيكربونات الصوديوم. وهحط ميه مغليه اهي. طبعا الصابون ده اللي انا كنت عاملاه معاكم بالبرتقال، بجد تحفه. الصابون ده حلو قوي. طبعا لو ما عندكيش الصابون ده ممكن تشتري صابونه، او انت لو عندك اي نوع تاني اعملي بيه، مفيش اي مشكله. هدوبه كده، هدوبه كده وارجع لكم. كده يا حبايبي بقى بعد ما دوبته خالص زي ما انتم شايفين تقل في ايدي وانا بقلبه. احلى صابون بلدي بنعمله مع بعض، تحفه تحفه تحفه. بس انا هنقله في طبق تاني. لحظه واحده. اهو يا حبايبي انا كده فضيته. الطبق كان صغير، الصابون لما تقل مش عارفه اقلبه. زي ما انتم شايفين بقى تقول ايه. هزوده تاني ميه. دي كانت شويه ميه برده سخنين كانوا معايا لسه. جميل جدا الصابون. اول ما قلبته تقل في ثانيه، ما خدش وقت. عمل جل زي ما انتم شفتوه كده، روعه بجد. لو اشتريناها من بره استحاله تبقى بالشكل ده. ما تبقاش زي اللي احنا عاملينها، بنعملها بمكونات حلوه قوي. هنعمل احلى صابون سايل. المكون الاساسي اللي احنا هنحطه يا حبايبي الكركديه. ده لونه احمر كده زي ما انتم شايفين. انا معرفش في بعض الدول اسمه ايه. بس ده شكله، ويبقى ورق زي ده كده، بتحطي عليه ميه وتغليه على النار لغايه ما يدي اللون الاحمر. تمام. انا عملت معاكم قبل كده بالكركديه، بس ما كنتش عاملاه بالصابون، كنت عاملاه بالنشا. تمام. يعني كنت مسويه النشا على النار، ما كنتش حاطه صودا فيه. بجد الوصفه دي كانت جميله جدا جدا. ممكن تخشي عليها القناه تشوفيه. الصابون السائل برضو بالكركديه. انا عامله هنا مختلف خالص، عاملاه بصابونه. بعد كده الكركديه اهو يا حبايبي هحطه كده. احط كده كوبايه وهقلب. هو هيديكي لون غامق كده زي ما انت شايفه. اهو يا حبايبي.
مفيش اي مشكله، بس هو غير اللون ده طبيعي عادي يعني، مفيش اي مشكله. هقلبه كويس. بعد كده هحط صابون سائل اهو، بس انا حاطاه في مطرح الطبق اللي فيه الصابون. حطي بقى كوبايه 2، يعني الصابون السائل بيبقى جميل جدا، بيعلي الرغوه، بيخليه حلو قوي. ممكن تشتري لتر كده من عند بتاع المنظفات وتحطيه. انا حطيت حوالي كوبايتين كده، وهقلبه كويس اهو يا حبايبي. انا قلبته كويس، شوفوا تقولوا عامل ازاي تحفه. هزوده كمان ميه مطرح الصابون السائل، هحط شويه كمان كده. طبعا لسه تقيل برضو، شوفوا التقل بتاعه تحفه. طبعا بقى الكركديه ده في التنظيف مش عايزه اقول لك روعه. وانا كنت بعمل الكركديه على النار، كنت حاطاه في الطبق، بجد والله اداله لمعه. بيلمع يعني هيلمع معاكي الحلل، هيلمع معاكي الكوبايات اللي استانلس، اي حاجه هتدعكي بيها هيلمعها لك. لو غسلتي بيه الحوض هيلمعهولك برضه تحفه، بالذات بقى في الحلل هيخليها تبرق كده. هحط تاني ميه وهقلب. بصوا يا حبايبي كده، انا هحط معلقه ملح صغيره. الملح ده بحطه للتعقيم كده، بيبقى تحفه. لحظه واحده اهي، معلقه صغيره كده وهقلب. هحط كمان شويه ميه، بجد تحفه، هيخلي لك يعني بصي هيلمع لك المواعين بتاعتك، والرغوه بتاعته جميله. احنا كده اصلا الوصفه خلصت، هحط اللون بس. لحظه واحده، هحط كمان ميه تاني، كل ما الاقيه تقيل بزوده ميه. شوفوا يعني انا حطيت ميه ولسه تقله جامد زي ما انتم شايفين كده. يا ريت تجربوا الوصفه دي، حلوه قوي قوي. الوصفه دي والوصفه التانيه اللي انا عاملاها بالنشا تحفه هي كمان. في النظافه بجد مش عايزه اقول لك الكركديه تنظيفه عامل ازاي. جربي بس كده وانت هتشوفي نظافته عامله ازاي. هجيب اللون. بصوا يا حبايبي، ده اللون، ده لون احمر اهو. وهقلبه كده كويس. الالوان دي بتجيبيها من عند بتاع المنظفات، بتبقى بودره كده، وتحطيها، تحطي شويه في شويه ميه وتدوبيها كويس، عشان ما لو حطيتيها بودره هتلاقيها كلكعت منك. فانت تدوبيها كده زي ما انا مدوباها، دي كانت بودره اهو. طبعا انت اي لون انت حباه حطيه. فانا عايزه اغير لكم الالوان، يعني انا دايما بعمل اخضر او اصفر، فقلت اغير اللون كده شويه. احط تاني، انا عايزه اغمقه شويه. يا حبايبي انا حطيت شويه لون كمان، ادى اللون الاحمر، بس الرغاوي دي بقى عشان هو لسه سخن ولسه تقله عامل ازاي. اول ما يبرد اصلا هتلاقيه الرغاوي دي كلها مفيش. انا غيرت معاكم اللون المره دي. طبعا انت مش عايزه تحطي لون خالص مفيش اي مشكله، يعني ما تكلفيش نفسك، بس عشان الفيديو بحط لون. ومش حابه تحطي اللون ده وعايزه لون تاني، طبعا براحتك خالص. هوريك التقل بتاعه، هنشوف التقل مع بعض. شوفوا تقله عامل ازاي روعه. شوفوا التقل بتاعه، انت لو سبتيه ساعتين 3 ولا لتاني يوم هتلاقي التقل بتاعه اكتر من كده بكتير اهو. عامل ازاي تحفه. احنا كده مش هنشتريه كده من بره، ولا بالتقل ولا بالحلاوه دي. كمان جواه حاجات هي بسيطه، بس هتنضف لك المواعين بتاعتك، هتخلي لك زي الفل. وبالذات كمان الكركديه في التنظيف تحفه، يعني لو غسلتي بيه المواعين الحلل هينضف لك الحلل، هيخلي لك كده تبرق. لو غسلتي بيه الاستانلس الكوبايات، غسلتي بيه الحوض البوتاجاز، بجد هيديكي لمعه كده في اي حاجه. شوفوا التقل بتاعه عامل ازاي روعه. انا هوريكم الرغوه بتاعته في اول الفيديو، رغوته جميله جدا جدا. شوفوا عامل ازاي تحفه بجد. ايه رايكم بقى؟ يا ريت تجربوها، يا ريت تجربوا الوصفه دي وتجربوا الوصفه التانيه كمان بتاعه النشا تحفه هي كمان اهو. بجد روعه، مفيش اجمل ولا احلى من كده بقى. يا ريت بقى يا حبايبي ما تنسوش باللايكات. بصوا عامل ازاي تحفه.
يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي تكتبوا لي في التعليقات. شوفوا جامد ازاي، روعه بجد. ايه رايكم بقى؟ وعامله لكم بقى لون الفراوله المره دي. شوفوا عامل ازاي، تحفه بجد. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.